الاهلي. ايه يا رجاله، ايه رايكم؟ شفتوا بقى ان التحكيم ملوش اي دخل؟ احنا اللي كنا عصبيين زياده عن اللزوم، والله العظيم ده حقيقه، واللي يقول غير كده يبقى راجل منافق. احنا اللي كنا عصبيين زياده عن اللزوم، احنا اللي ما كناش مقدرين يعني ايه ماتش سوبر، يعني ايه بتلعب ماتش ببطوله بماتش واحد. احنا اللي ما كناش عارفين يعني ايه بتلعب مع فريق من شمال افريقيا. يعني الغلطه في ماتش زي كده يضيع عليك البطوله، وده ماتش الهدف الواحد اللي هم عملوه بالظبط. عرفت بقى؟ اي حد فعلا زي ما قال شوبير، اي حد كنت تساله قبل الماتش كان يقول لك الاهلي يا باشا يكسب، وانت مغمض الاهلي يكسب. صح، صح، صح جدا. ولكن بدون تركيز اللعيبه وبدون تركيز المدرب برضو، وحاجات كتيره جدا والحاجه اللي حصلت قبل الماتش دي اللي ضايقت كل جماهير الاهلي، تقول لك ان احنا نخسر تحصل المفاجاه اللي حصلت النهارده ونخسر. عادي، ما نخسر فريق زي ما بيقولك برضه متوفر له كل حاجة ماديا ومعنويا، كل حاجة متوفرة للفريق، ونخسر قدام اتحاد العاصمة ياخدوا أول بطولة سوبر ليهم، أول بطولة على حسابنا، يعملوا رقم تاريخي، إنجاز تاريخي على حسابنا. عندنا منه كتير، ولكن هل ده معناه ان احنا نفرط في الفرصة اللي تكون متاحة ان احنا نزود؟ لا، مش معناه كده خالص خالص يعني. هارد لك لكل جماهير الاهلي، والله انا مش عارف بقى الواحد هينام كده ازاي النهارده.